بس حضرتك شايف ان انت لو احنا قصه حضرتك ده كتاب، انت في انهي شابتر دلوقتي من حياتك؟ قبل الاخير. بحس فكره ان هو ابن حماده امام دي كانت يعني ضغط؟ ما كانش في ضغط، بس كنت بتكسف جدا. قعد واقف على الباب، فاصحابي يقولوا لي يا ابني ما تقول لهم يا ابني انت ابن حماده امام، خلينا نخش. طبعا. اخش اقول له انا ابن حماده وانا موطي صوتي جدا مش عايز حد يسمعني. كان قال لي طب انت اللي هتخش وهم مش هيخشوا. قلت له ماشي. رحت داخل وسايبهم، هم عمالين يضربوني بالطوب. خلي بالك فكره الاب دي في وسط 3 بنات، يعني لما حد يكلمني منهم اول حاجه انت فين؟ اقول انت مالك انت فين؟ انا المفروض اسالك انت فين؟ تحس انها مراتك مش بنتك يعني. 3 بس ما كانش اوبشن بالنسبه لك انت تروح نادي لا لا نو واي. اصل انا اسمي حازم محمد امام او حازم محمد يحيى امام. الموضوع ان انا في مصر في نادي تاني ده انا ما بشوفوش اساسا، ما كانش في دماغي يعني. احمد حسن ما تلعبش مع خماسي ابدا. بيضرب يا نهار اسود. انا وصلت لمرحله يا عمرو لما بشوف حد بيجري بقول ده بيجري ازاي؟ الراجل قال لي، قلت له طب انا بلعب، قال لي العب جولف. لو احنا بنتكلم عن كتاب حياتك، في تويست حصل في حياتك غيرها؟ بصراحه يا كابتن يعني انا بقالي فتره ده مسجل انا جوه دلوقتي شغالين دلوقتي شغالين. بقالي فتره حاسس ان، وصحح لي الانطباع ده، حاسس انت زهقان قوي. طبعا. وقرفان قوي قوي. بقالي بتاع 5 شهور. صح؟ حتى لما بتطلع في الكوره بتتكلم انت كلامك مقتضب، كلامك قصير، مضغوط متضايق من حاجه. لا بقالي يعني عندي اكتئاب كده بقالي فتره. ده من بعد موضوع فيتوريا؟ بعد بطولة افريقيا. لا بعد بطولة افريقيا تحديدا، يعني ان احنا ما عملناش اللي احنا كنا نفسنا فيه يعني. لان احنا تعبنا بقالنا سنه ونص وكل اللي كانت المؤشرات بتقول ان انت ماشي كويس، انت كاسب كل الماتشات رسمي وودي. اوكي. انت في فرق اسمها الناس يقول لك فرقه صغيره بس انت عمرك في حياتك ما كسبتها، بس الملاوي دي عمرنا ما كسبناها. يعني كابتن جوهر جاي يتقدم كان بيخسر هناك، مش عارف مين، كابتن حسن خسر قبل كده، يعني في ناس كتير جامدين فرقه ما كنتش بتعرف تكسبها، كسبناهم 4 وكسبنا 2، نكسب كل حاجه. فجت البطوله ما لعبناش بالشكل، بلس طبعا عوامل برضو كانت صعبه شويه. ماتش الكونغو الاخير ده اللي خسرنا بينالتيز ده كانش بيلعب معاك صلاح والشناوي وامام عاشور، مرموش وتريزيجيه الاثنين درجه حرارتهم حاجه و40 بياخدوا مسكنات. لا مش مسكنات، بيحطنهم على محاليل عشان يلعبوا. فطبعا الظروف كانت صعبه شويه، بس في الاخر النتيجه مش عارف مش زي ما كنا متوقعين يعني. فده اللي مضايقني بس شويه، انت تعبت، بس هي دي الكوره يعني، مش لازم تكسب على طول يعني. انت كابتن قديم كمان وعدى عليك حاجات سواء في انديه وفي المنتخبات، وكان يعني مش الاحسن دايما اللي بيكسب، مالهاش علاقه. تاني حاجه افريقيا، او مش في افريقيا، في الدنيا ما عادش في فرق صغيره، في طول الوقت ناس بتتطور طبعا. بس هي الفكره انت عندك احنا في مصر هنا احنا دايما ما بنتقبلش فكره الهزيمه يعني. عندها ثقافه انك لازم تكسب بس. الناس بتنتقد، ده طبيعي انك بتخسر، بس احنا عندنا بتخش بقى في اهانات، بتخش بقى في زمم ومصالح. الموضوع بيبقى مش انتقاد فني، ده اللي بيضايق، ده اللي بقى بيضايقك بعديها يعني. انت تقول طب انا عملت كده ليه؟ طب ايه اللي دخلني انا الشغلانه دي؟ يعني عارف الواحد تخش تلاقي نفسك دخلت في حاجات مش كوره. اوكي. فالواحد يا عم يشتري دماغه ويقعد في بيته ملك ويشتغل شغله هو لسه ما عادش عندك يقعد يرجع لك دماغك كل شويه يعني. لسه ما وصلتش لمرحله لو وصلت للمرحله دي ان انا عايز الاكسبريشن بتاع الجلد التخين، انا اسف يعني لسه. لا بالعكس، اصل الواحد جلده تخين هيقعد قاعد ومش في دماغه يعني. لا انا مش هشتغل الشغلانه دي تاني، انا اقعد ملك في بيتي اعمل اللي انا عايزه واشتغل شغلي الخاص. المنتخبات اعنف في رد فعل الناس ولا الفرق؟ الفرق اكتر، بس الفرق عندك فرص لانك بتلعب دوري وبتلعب كاس وبتلعب مش عارف رابطه وبتلعب افريقيا، فعندك 4-5 مرات ممكن تاخد لك بطوله فتهدى شويه. انت افريقيا احنا بنكسب، بقول لك بقالنا سنه ونص خسرنا في بطوله افريقيا، خلاص الدنيا بتقوم عليك يعني. وبعدين الكوره في مصر يعني ما حدش بيشجع المنتخب قوي غير ساعه البطولات يعني، المنتخب ما حدش مركز يعني كده لا وساعه البطولات برضه يقول لك اللي شايل لك اهو بتاع الاهلي بس لما بتمشي الدنيا بتبتدي الناس يعني تبقى مركزه معاك، فلا اما يطلعوك السما لا اما يخسفوا بيك الارض يعني. كيروش مثلا ده
كروش مدرب كويس قوي. لو تشوف انا كروش صلاح قال لي ده احسن مدرب دربني في لا حياتي. كويس قوي. بس انت لما تشوف كروش وهو موجود في مصر 90% من البرامج والناس بتشتم فيه. اوكي. كنت قاعد اقول للراجل ده مدرب رائع وهايل. دلوقتي مثلا كروش مشي، الناس كلها يقول لك ايام كروش دي كانت ايام عظيمه ومدرب كبير. طب ما انت يا حبيبي انت ال 90% من الناس عندك على طول تطلع تشتم فيه، فاهم؟ لو انت كابتن حسام اللي كل في مصر إيدك- كانت بتنده عليه. اللي في ايدك ما بتبقاش شايفه غير لما بيمشي. زي مثلا فتره كابتن جوهري لما كان موجود، الناس دلوقتي كلها يقول لك كابتن جوهري العظيم طبعا، بس ايام ما كان موجود وبيدرب كان بينتقد انتقادات غير طبيعيه، ومشي وراح 50 مره. يعني يخسر ماتش في بطوله، في ماتش ودي يمشوه ويجي يرجعوه تاني، وبعدين يخسر تاني يروح ماشي. يعني ما فيش تقدير، بس ما كانش في ضغط جماهيري من السوشيال ميديا زي الاول زي وما زمان. فيش حاجه ضغطه طبعا. خلي بالك فكره السوشيال، انت زمان مثلا انت كان ايه الوسيله بتاعتك؟ جرايد. الجرايد بيبقى من يعني 90% او مش 100% اللي بيكتب في الجرايد ده هو راجل متعلم ومثقف وخريج اعلام او خريج اداب قسم صح، يعني عنده نو هاو يعني. فانت هو بيكتب، هو عارف هو بيكتب ازاي لكن انت اللي على السوشيال ميديا في ناس كده كويسه ومثقفه، وفي ناس كتيره ممكن يبقى جاهل، ممكن يبقى مش مكمل تعليمه، ممكن يبقى عنده يعني مش انت ما تعرفش مين ده. هو مستخبي وراه بيكتب بقى اي حاجه، والناس صحيح. بالعاطفه عشان بيحبوا الكوره بتشير. فبتشير اي حاجه. في ناس بتشير اي حاجه وهي كله غلط مكتوب، بس هو جاي على اللي هو عايز يقوله، فاهم؟ وعلى مود الناس على اللي اساس انها بتشير. فاكت يعني. اوكي. فهو يعني برضو انت ما دام دخلت الحته دي لازم تتحمل. ده كان قصدي ان ده طبيعي. بس انت بقى زي ما تقول لو جلدك تخين تقعد تكمل، انا لا مش عايز الشغلانه دي يعني. بناقص. بناقص طبعا. طب لو رحنا بقى للنقيض الموضوع ده، المنتخب الاولمبي دلوقتي ماشي كويس جدا وبيعمل نتائج كويسه الحمد لله يا رب. وما كانش في حد متوقع خالص. ده العكس بقى. انت عارف بقى المنتخب الاولمبي ده، وده برضه يخلينا يعني المنتخب الاولمبي ده احنا عملناه كنت تاخرنا قوي، يعني تاخرنا شويه واحنا بنشكله كجهاز قبل ما ميكالي يجي يعني. فكلمت كذا مدرب مصري، ودي الحاجه الغريبه جدا. مدربين مصريين عايشين معانا طبعا، احترامي ليهم كلهم، الناس على دماغي من فوق يعني. 2 منهم قالوا لي حازم الجيل ده مش هتلاقي فيه حاجه، الجيل ده وحش قوي. فلك تخيل ان واحد يجي اجنبي يطلع من الجيل ده اللي انت شايفه ده دلوقتي. لو في لعيبه فده يضايقك برضه حاجه، ان انت مصري وشايف اللعيبه وعارفهم، المفروض انت اللي تبقى عندك الحته دي، يعني يبقى عندك انك تعرف تطلع منهم. بس تفتكر يعني يا كابتن المراحل السنيه اللي زي دي، شباب واولمبي وكده، بتستلزم مدرب بفكر معين او مدرب عنده دايركشن معين، ولا المدرب الكبير يمسكهم مدرب يعني ما دام مدرب شاطر يمسك اي فرقه؟ انا بشوف ان ده مدرب شاطر يمسك اي فرقه، لان المدرب الشاطر هيعرف يتعامل. يعني زي ما بقول لك هو كان ده جاي من البرازيل، اللي هو الكالتشر بتاعنا واللي عارف لعيبتنا ونجح. وفي ناس مصريين قالوا لي لا الجيل ده مش هيعمل بيه حاجه. فهي مش فكره مدرب كبير ولا مدرب صغير، فكره المدرب الشاطر بيعرف يطلع لعيبه، يعمل من لعيبه حاجه كويسه. بس زي ما بقول لك ما حدش كان يتوقع. صحيح. ودي من نعمك من الحمد لله اللي نجح المنتخب الاولمبي ده. ما حدش مركز والله العظيم. المنتخب الاولمبي ده من اهم حاجه فيه. الناس يقول لك ده شوفوا عشان انتوا مش مركزين فيه، مش انت يعني، عامه الناس يعني لو ركزوا فيه التركيز بيخليك تطلع اي حاجه. انت عايز تملى الهوا بقى طبعا، في اي برنامج بتملى هوا لازم يعني هتطلع طول ماده. فكان كان مشاكل كتيره، لو انت كنت مركز معاهم كنت طلعتهم على المسرح زي ما فاهم. بس هم الحمد لله ما حدش مركز معاهم، فالناس ماشيه. فدي ميزه مش عيب على فكره. يعني انك انت تشتغل كاداره وكلعيبه وانت هادي ومحدش بيدبدب في ظهرك وعمال يقعد ينخور حواليك، بتبقى هادي ما بتفرقش معاك، مش خايف من رد الفعل لو خسرت لو تعادل، لان محدش مركز معاك. حسن النية ساعد. لغايه لما خلاص يجيب اخرك بقى وخسروا وبقوا وحشين، ماشي اطلع انتقد، بس مش لازم وانت في البطوله. يعني احنا قعدت في افريقيا مثلا الناس كانت عماله تنتقد من اول ماتش، فبقول يا جماعه، فقلت لهم طب يا جماعه اصبروا لغايه لما نطلع وقطعوا براحتكم. بس اللعيبه بتلعب يعني مش وقت انك تقعد تنتقد واللعيبه عنده ماتش بكره. يعني كانت لعيبه بتقعد معايا لعيبه كبيره يقول لي هو احنا مش مصريين؟ هو انا لو بلعب في نادي كذا ولا نادي كذا كان هيطلعوا بعد اول ماتش يشتموا فينا كده؟ فاللعيبه بتحس. فتخيل انت لما لعيب مصري شايف الناس، ان كان بعض البرامج او بعض الناس داخله فيهم شمال من اول ماتش، فاهم؟
لان في الاخر اللعيب بشر يعني، وبيحس وبيتعب وبيزعل وبيتضايق. ما اللي بيكتب ده لو هي كتبت عليه حاجه من اللي كتبها هيتضايق الناس يعني. اوكي، وفكره ان الانديه كانت ماسكه في لعيبتها شويه ده، هي الاثنين عندهم وجهات نظر. الانديه بتقول لا، انا الاثنين لعيبتي. عندهم وجهات نظر طبعا، بس انا بقى عندي وجهه نظر في حاجه ثانيه خالص، وانا قلتها كنت بتكلم في البرنامج بتاعنا في الراديو يعني، بس الناس خدتها على نادي. انا مش بتكلم عن النادي، انا بتكلم على المواطنين العاديين. تخش على السوشيال ميديا مثلا، واحد مكتوب مثلا لعيبه مش رايحه المنتخب او رايحه المنتخب، بتلاقي الناس مواطنين مصريين يقول لك لا ما يروحش، لا الدوري اهم، بغض النظر بقى اهلي زمالك مش عارف. على فكره ده في كل الانديه، مش على الاهلي بس يعني لو الزمالك كان هو اللي بينافس هتلاقي في ناس تطلع تقول كده، لو مش عارف مين بينافس. ففكره ان انت يقول لك لا احنا مش ملزمين. احنا مين؟ والله العظيم يعني احنا مين؟ فاهم؟ ده الكونسيبت ده من 20 سنه ما كانش موجود. فكره ان المنتخب مصر دي رقم واحد ما حدش كان بيفكر فيها. طب انا اقول لك حاجه ممكن ما حدش يعرفها يعني، عشان تعرف الدنيا اتغيرت ازاي وبقت الناس بتفكر ازاي. فكره الانديه والتعصب للانديه بقت اكتر من المنتخبات بكتير. اولمبياد 82 في لوس انجلوس، طبعا انت ما اتولدتش تلاقيك، كان بعد 30 انا برضو كان عندي 7 سنين يعني، بس قريت يعني الاولمبياد زمان كانت بتتلعب بالاماتورز مش بال يعني الفرقه ما تجيبش لعيب بيلعب مثلا محترف، كان بيلعبوا اماتورز. بس احنا كانش عندنا محترفين، كان هو واحد، كله هو واحد اصلا. احنا رحنا بكل لعيبه منتخب مصر، والدوري هنا كان شغال اصلا. الدوري كان شغال ما وقفش، ولعبت بطوله كاس انجلس، ومنتخب كابتن مصطفى عبده وكابتن خطيب وكل يعني كل عظماء مصر يعني بيلعبوا. بس الفكره ساعتها ايه؟ اولمبياد بطوله وميداليه ومصر، والدوري شغال عادي ومحدش يعني فاهم. فبقول لك ده الفكره بتاعت الناس بقت عامله ازاي من كتر ما هي بقت متعصبه لانديتها، بقت تشوف الكوره ازاي. بس حاسس ان خالد الموضوع نجاحهم احلى طبعا. احنا عندنا كونسيبت ظريف كده، بودكاست اسمه ذا بودكاست. فكرته بس ببساطه ان احنا دايما شايفين ان اي حد او اي بيت او اي اسره عندهم قصه ينفع تتحكي وينفع الناس تستفيد منها ويبداوا من حيث انتهى القصه دي يعني. ففي العادي بنبدا سؤال اي ضيف، انت شايف ان انت قصتك تستحق تتحكي للناس؟ فانا مش هسأل حضرتك السؤال ده ان هي تستحق تتحكي ولا حاجه. لا يعني مش مهمه للناس على فكره. لا مهمه طبعا. كده حضرتك يعني لعيب كوره، ابن اسره كرويه، من رموز نادي الزمالك، في منتخب مصر طول عمرك، من اوائل الناس اللي احترفوا وفهمونا. كنا بندور على الفيديوهات بتاعت حازم امام في اودينيزي وما كانش لسه في انترنت، مفيش حاجه خالص. واستكمالا بقى اعلاميا واداريا والى اخره يعني. فده سؤال انا هجاوب انا عنه يعني. بس حضرتك شايف ان انت لو احنا قصه حضرتك ده كتاب، انت في انهي شابتر دلوقتي من حياتك؟ قبل الاخير. الاخير هو ريتايرمنت بقى، وقعد مريح. بفكر في الريتايرمنت. ها اكيد. فكره الريتايرمنت دي مهمه برضو جدا، ان انت الناس زهقت منك وانت زهقت من يعني بتبقى عايز تاخد بقى تنبسط وتعيش حياتك. انا الحمد لله عايش حياتي برضو يعني، بس اوكي. انا بشوف ان ده ممكن في الشابتر اللي قبل الاخير يعني. اوكي، من اول شابتر خالص، الطفوله. حضرتك اخين ولدين؟ انا واشرف. هو كابتن برضه، بس كابتن طيار. مين فيكم الاكبر؟ اشرف. اوكي. 4 سنين. بقى جد دلوقتي. انت بتحتفل بعيد ميلادك مرتين؟ احتفل. ايه السر بقى؟ انا اتولدت 16/4/75. اوكي. وبابا كان مسافر فكتبني 10/5. ده فرق رهيب قوي. اشرف كده برضه، اشرف في 6 وكتب في 7 او 7 وكده يعني. كان زمان ده بيحصل كتير. كان زمان ده بيحصل. هو كان يعني بيسافر كتير وكده، وكان ما فيش بقى زي دلوقتي مثلا انترنت والحاجات دي، فكان لازم هو اللي يبقى يروح. اوكي. فدايما بنتاخر يعني، بس دي كويسه يعني. انا شايفها بالنسبه لي كنت مبسوط بيها. بيبقى عندي عيد ميلادين ساعات بيجي لي هديتين، ومش ساعات، كان على طول يعني. الاسره الكابتن حماده امام ودكتوره ماجد الحلواني، انتوا اسره اصلا رياضيه جدا. ويعني حتى الوالده واشرف وكابتن اشرف وكده، ولا؟ لا كلنا رياضيين جدا. أوكي. جدا يعني. اشرف طول عمره بيلعب كوره، كان راح قبليه الزمالك، بس هو دخل الطيران، كان عامل GCE فكان صغير. ودخل تجاره مع الطيران، فكان بيدرس الاثنين، فطبعا ما قدرش يعمل بالانس مع الكوره يعني. أوكي.
والدتي بقى يعني هي اكتر واحده بتحفز في البيت كانت، يعني هي اللي بتاخدنا التمارين، هي اللي على طول بتودينا وتجيبنا، وانت كنت وحش انت كويس انت لازم يعني فاهم. هي الست مع انها ست عامله يعني طبعا من الاول يعني، بس هي كان دايما فكره انك تبقى متفوق في اي مجال انت فيه. يعني دايما كان عندها امل ان انا برضه ابقى متفوق في الدراسه، يعني كانت تقعد زمان لازم الاولويه دايما الكبار كده كان. يعني لما انا مره طلعت التالت ده كان انجاز يعني. قالت لي ليه التالت ليه مش الاول يعني؟ دي كانت اول واخر ما مش عارف كنت سته ابتدائي. في الدراسه اصلا؟ ما هو انا كنت بقى امي دكتوره، فقاعده لازم نذاكر. اشرف شاطر، اوكي. كان بقى شكلي وحش قوي ان هو الكبير عارف وانا الصغير، المفروض الكبير يعني الصغير يبقى زي الكبير يعني. اوكي. فكنت انا عايز انزل العب بقى، واشرف يقعد يذاكر. اقول له يا ابني ما تنزل، بتخلي شكلي وحش جدا، ما تنزل تخرج. مبروزني. ايوه تقول لي بص اخوك الكبير عايز يذاكر وانت عايز تنزل. وكانت في كنت في كليه تجاره جامعه القاهره. كان زمان اول ترم 5 مواد وثاني ترم 5 مواد. فانا داخل الجامعه مش يعني عارف، تبقاش عارف حاجه من المدرسه للجامعه دي، ما تبقاش في ترانزيشن وانت رايح تريح كمان. مش ماسك كده تذاكر ازاي يعني. وكنت بقيت العب بقى مع الفيرست تيم، فكنت مركز يعني، وابتديت بلعب منتخب، كنت اولمبي وبلعب، دخلت على المنتخب الاول. اول ترم 5 مواد لقيت بابا داخل عليا المكتب الاوضه، يعني كنت قاعد على المكتب ساعتها. انا فاكر انا عمري في حياتي ما صدقت، فاكر الدخله بتاعت ابويا الله يرحمه يعني. الله يرحمه. وشه مكسر جدا، زعل يعني، عصبي قوي جدا، وبيديني بقى الخبر ان انا سقطت هو اللي عرف قبلك؟ سقطت ال5 مواد كلهم. كلهم انا ما صدقتش. فول هاوس. ايوه يعني. انا عمري ما سقطت، فانا اساسا جالي ذهول 5. يعني ده انا فاشل زي انا عمري كنت فاشل اصلا. انا مش عارف اقول له عشان مش عارف هو مش عارف يعمل ايه، هو مش مصدق لان انا عمري كنت فاشل يعني. يعني انا عادي بنجح، بس عمري ما عملت كده يعني. تعاقبت بقى وقال لي مش مفيش نزول من البيت. طبعا هو بعد يومين لقاني تمارين فمش عارف يعمل ايه فاهم. فقال لي هتروح التمرين وترجع على البيت. وقعدت مثلا شهر بروح التمرين وارجع على البيت ما بخرجش، وانا راجل شحط يعني. كان عندي مثلا 17 سنه ولا يعني كبير مش صغير يعني. لا ولعيب ده في المنتخب بس لا كان يعني كان فتره صعبه. الترم الثاني بقى من 5 نجحت 4 وسقطت 1 بس. فبقى الثاني السنه اللي بعدها 6 مواد. فتاني السنه بقى ايه، عملت الترم الاولاني نجحت، الترم الثاني كله عندي ماده واحده، فكنت ملك يعني. طبعا. وبعدين سافرت بقى على ايطاليا بعديها يعني. ايطاليا دي كانت بدري شويه، هنجيلها دلوقتي. بس هو انت ليه ايه سر انت بدات في الصيد مش في الزمالك؟ بس لان انا ما كنتش الصيد جنب البيت. وما كنتش مدي اخوانا قوي ان انا هبقى لعيب كوره يعني. ما كانش الهدف والبوسترات. كنت صغير جدا ورفيع وجسمي قليل. مفيش بوسترات في الاوضه للعيبه؟ لا في. لا انا لا زملكاوي قح يعني. بس انت بتشوف امكانياتك مش رايحه في حته. مش رايحه في حته يعني. انت اخرك بلعب مع اصحابي في النادي في المدرسه، الناس تقول عليا كويس، بس يعني على يعني كله في اتجاه الحرفنه، اللي هو اسمها ايه، اعور في وسط عميان يعني. اللي هو انت فاكر نفسك مش حاجه يعني. كنت بروح، بابا كان بيوديني دايما في شهر 8 مثلا او 7 في الاجازه، يوديني نادي الزمالك مدرسه الكوره يعني. كنت اروح اقعد اسبوع 10 ايام وازهق يعني. ماليش صحاب هناك، ما اعرفش حد. وبخش عارف بحس فكره ان هو ابن حماده امام دي كانت يعني ضغط بتضايقني. لا مش ضغط، يعني ما كانش ضغط، بس كنت بتكسف جدا وبتضايق جدا فاهم. عايز تبقى انت بنفسك يعني. مثلا لما اجي اخش على اول يوم مثلا اخش على الفرقه مثلا، فاللي واخدني مثلا واحد دارين يعني، فيخش على الكابتن مثلا، كابتن حازم ابن كابتن حماده امام، اقول له يا عم عايز اقول له وطي صوتك يا حبيبي، ان العيال بقى واقفه كلها. فاللي هو بيبص لك خلاص يعني انت جاي بقى هيركب ويلعب بتلاقي المعامله اتغيرت، وتلاقي الناس بتطبطب عليك واللعيبه عايزه، فبتحس ان انت مش عادي يعني. عايز تحس انت مش طبيعي. ما بقاش مبسوط، بحس ان هي فيك. اوكي فاهم. ببقى مش عايز حد يعرف انا مين. عايز بطولك بشغلك. انا كنت بخش نادي الزمالك اتفرج على الماتشات زمان مثلا، فانا داخل بقى بيوقفوني على الباب. كان معيش كارنيه وانا صغير مثلا، داخل من حته الملاعب، ما معيش كارنيه النادي، نسيت اجيبه يعني. فما كنت ما اقول لهمش انا مين، اقعد واقف على الباب، فاصحابي يقولوا يا ابني ما تقول لهم يا ابني انت ابن حماده امام، خلينا نخش. طبعا. اخش اقول له انا ابن حماده، وانا موطي صوتي جدا مش عايز حد يسمعني، كان واجي يقول لي لا وانا عارف منين. اقول له اعمل لك ايه؟ اعمل ايه يا عم؟ انا ابن محمود والله العظيم. كان عم صبحي سهله يعني. عم صبحي الله يرحمه كان واقف على الباب ساعتها، قال لي طب انت اللي هتخش وهم مش هيخشوا. قلت له ماشي، رحت داخل وسايبهم، هم عمالين يضربوني بالطوب. اصيل. بس حضرتك اصلا اتولدت بعد ما الكابتن بطل صح؟ اه. وما كانتش فارقه دي برضو في يعني ما لحقتش اتفرجتش عليه؟
لا ما اتفرجتش عليه، لا اتفرجت عليه في الفيديوهات بقى الماتشات يعني، لكن ما اتفرجتش عليه. اشرف اتولد حتى اشرف 71 يعني كان صغير برضه. بابا بطل 74. بطل كام سنه اهو؟ 74 هو مواليد 42. حاجه بس 32 سنه ونفس تقريبا الوقت اللي انا بطلت صغير. فيه يعني. اوكي. وكان مين اللعيبه اللي بتتفرج عليها وبوستراتها بقى في البيت؟ لا كان عندي بوسترات كتير قوي. انا كان زمان وانا صغير قوي كان في مجله اسمها الصقر بتطلع من الخليج. الصقر دي كانت من احلى تطلع من الخليج؟ ما كانتش مصري، كانت تطلع من السعوديه ولا من الامارات مش فاكر، بس كانت يعني اي حد ليه في الكوره زمان او في الرياضه عارف ايه الصقر يعني. اوكي. فكان دايما في النص بيبقى في بوستر كده. اوكي. فكان دايما البوستر بتاعت الصقر دي عندي. كان في بوستر بتاع كابتن جمال حميد انا كنت حاطه بحبه جدا، كان قاعد على كور كده وساند على كور وعلى العرض، من البوسترات اللي انا دايما فاكرها يعني مش هنساها. اوكي. وكان في بقى بوسترات بقى لعيبه يعني كنت بحب بلاتيني، الناس القديمه دي. الجز اللي ما بين اهلي والزمالك ده كان موجود بعنف كده؟ لا طبعا، لا في جز بس عمر كان بالعنف باللي احنا شايفينه دلوقتي. انت دلوقتي تقول حاجه مثلا على الاهلي تلاقي 80 حد بيشتم فيك، تقول حاجه على الزمالك تلاقي 80,000 واحد بيشتم فيك. الجمهور في الاستاد كان شويه برضو انا اقول لك وانا مثلا قبل ما العب في النادي بجد يعني كنت بروح الماتشات. اوكي. فببقى قبل الماتش خايف وقلقان ومتوتر وعصبي جدا كجمهور. اوكي. وعصبي مع حتى بعد بقى الماتشات تقعد تتجادل مع الناس والحاجات بتاعت الطبيعي يعني، عصبي جدا. لكن لما لقيت نفسي واحد تاني بقى يعني. عارف لما تلعب الحاجه فبتحس الموضوع مش زي ما انت بتشوفه من بره. فعلا. طبعا اي حد بيشوف الحاجه من بره غير لما بيبقى من جوه مارسها يعني قليل لما تلاقي لعيب من جوه لاعب هتلاقيه بنفس التعصب ونفس العصبيه. بحس ان برضه في ناس بتترعش قبل ماتشات القمه والحاجات دي. في ناس بترجع وتخش ترجع وشها ابيض. لعيبه كتير. ماتش اهلي مثلا وانا عشان بقى في الزمالك فشفت كان في لعيبه بتخش ترجع وشها ابيض، ونفس الحاجه الناحيه تلاقي وشه اصفر او نفس يعني مش بس في الزمالك يعني في الاهلي هتلاقي نفس الكلام. في لعيبه في منتخب مصر بتلاقيها خايفه في الماتشات الكبيره وشها اصفر. اوكي. طب حازم امام في البرايم تايم في الكوره او في دلوقتي، هل اي حاجه من دول كان جزء من احلامك وانت صغير ولا كانت الدنيا ماشيه؟ طبعا ان انا اطلع لعيب كوره دي اهم حاجه. اوكي. لكن اصلا حلم عمري ما تخيلته. انا عمري في حياتي ما كنت وانا صغير فاكر ممكن ابقى لعيب كوره، بس عمري كنت فاكر ان انا ممكن ابقى لعيب كوره منتخب مصر واحترف وابقى يعني الناس عارفاني بعد ما ابطل يعني. اوكي. يعني انا ما كنتش اتوقع ان ابقى لعيب ممكن يبقى ليا بصمه في النادي او في المنتخب يعني. ولا الثقل بتاعك بعد كده كشخص؟ ايوه بعد كده بقى انت بتبني على اللي انت عملته، لان انت مش ممكن هتفضل طول عمرك لعيب كوره. لان لعب الكوره يا عم بنلعب كام سنه يعني. اللي هيلعب يعني عبد الله السعيد وكده هيلعبوا 20 سنه مثلا. بس انت هتقعد مبطل 30 سنه. طب لو رحنا للشابتر الشغل في او الكارير يعني في حياتك، انت من الناس اللي سافروا بدري واحترفوا بدري. احنا دايما بنلاقي اللعيب بنقول عليه ان هو سافر وما عرفش يتحمل ورجع. ده يطبق عليك ولا انت ظروفك كانت مختلفه؟ طبق عليا طبعا شويه او كتير. انا قعدت 4 سنين محترف يعني مش وحش. 4 سنين برضه مش سنه وجيت يعني. قعدت 4 منهم 2.5 سنين في ايطاليا وسنه ونص في هولندا. زمان كان اصعب من دلوقتي يا عمرو شويه. التكيف كان اصعب يعني. انا بشوف ان مثلا هاني رمزي ده اسطوره، ان في الزمن بتاعنا ده يقعد حوالي 10 11 سنه محترف في انديه كبيره، في ظل بقى ان انت ما عندكش اي تواصل مع يعني دلوقتي اللي عايش بره ده كانه عايش في مصر، هو بس ما بيشوفش اصحابه لكن بيشوفهم فيس تايم، بيشوف كل حاجه، عنده انترتينمنت. عايز يقعد في مصر هيبقى شايف كل حاجه في مصر، فما فيش هوم سيكنس زي الاول يعني. اوكي. احنا لا انا كان بس ما كانش في عقبه لغه معاك حضرتك برضه؟ اللغه طبعا في الاول انت بتتكلم هم ايطالي وانا بتكلم انجليزي، وايطاليا مينلي من البلاد اللي قليل قوي بيتكلموا فيها انجليزي اصلا. مش بتلاقي طالعين كتير بيعرفوا يتكلموا انجليزي. ممكن دلوقتي اتطور وهتلاقي مثلا في ميلانو وفي روما اللي هي الحاجات السياحيه، لكن لو رحت بلاد مش سياحيه مش هتلاقي طالعين بيتكلموا انجليزي كتير. اوكي. فانا كنت في ان دي 90% ما حدش بيتكلم انجليزي اساسا، قليل قوي اللي بيتكلموا انجليزي معايا هم المحترفين. كان بقى بيرهوف، ان كان هيلفيج، ان كان كارجو من غانا، دول اللي بيعرفوا يتكلموا انجليزي. لكن انت ما بتعرفش، ما فيش حد بيتكلم. بس هو لا سيبك من كده، هي فكره اول حاجه انت تبقى المنتاليتي انك تجيلك خصوصا في الاول لحظات يأس. مسافر وانت نجم هنا ولا مسافر وانت افريج؟ انا مسافر وانا نجم. انا كنت مكسر الدنيا في كاس افريقيا. اوكي. واخد احسن يعني احسن 11 لعيب في البطوله،
يعني ابتديت خلاص مش نجم النجوم بس ابتديت اتعرف يعني لسه طالع كنت عندي 20 سنه يعني. كان بقالي سنتين بلعب بس فيرست تيم يعني زي مثلا رمضان صبحي اول ما طلع كده. اوكي. فكل الناس بتقول ده يعني هو هيبقى يعني. هي زمان ما كانش عندك نوليدج قوي تتعامل ازاي في المواقف. دلوقتي برضو من كنت ما انت شفت ناس قبل كده فاللي طلع دلوقتي شاف فممكن يتعلم هعمل زي ده هعمل زي ده. انت ما عندكش حد قوي ولو في موقف حصل انت ما بتعرفش تبقى معكش مانجر قوي او معكش مانجر مهتم بيك قوي او ما حدش بيقول لك ايه الصح وايه الغلط. فاهم؟ برضه موضوع ملوش علاقه بان انت حسيت ان انت اقل نجوميه هناك؟ ده طبعا اكيد تفرق. طبعا خصوصا لما بتبقى في الزمالك والاهلي انت طالع نجم والناس كلها تشاور عليك والناس كلها بتديك اهميه وتلعب ربع ساعه تلاقي الناس متصيطاك وبتاع. هناك انت لا انت ما حدش عارف انت لسه بتعمل من الاول بتاخد منك شويه بس مش ده الاساس يعني. هو بس ممكن تبقى بتاخد منك شويه لكن هو الاساس ان انت عشان تبقى لعيب تعرف تبقى كويس لازم تتاقلم على الحاله الاجتماعيه. دي اهم حاجه. تعرف اللغه تخرج مع الناس مع اصحاب ما تقعدش. انا كنت اول سنه دي متقوقع قوي في نفسي يعني اروح التمرين اخلص واروح اقعد في البيت. طبعا لما انزل اخرج مع اللعيبه انا مش فاهم حاجه هم بيتكلموا ايطالي وقليل اللي بيتكلم انجليزي فقاعد معاهم دي مش فاهم حاجه خالص. فاهم؟ اوكي. لغايه لما ابتديت يعني القط اللغه شويه. بس هي من وجهه نظري يعني لما رحت هولندا مثلا انا نجحت اكتر في الكوره لان هم بيتكلموا انجليزي كويس كنت بلعب فكنت مع اللعيبه كان الضغط الجماهيري اقل برضه؟ لا والله الاثنين عادي بس انت لما بتلعب كمان وتبقى اساسي ومهم بتحس ان انت مبسوط في المكان غير لما تبقى قاعد ما تلعبش كتير. انا في ايطاليا ما كنتش بلعب كتير كنت صغير ولسه بتعلم فالراجل كان بياخدني واحده فبرضه عدم المشاركه في ماتشات اساسي دي بتخليك تحس ان انت متقوقع شويه غير لما تبقى انت بتلعب فاللعيبه مفيش ثقه لما تبقى كويس اللعيبه بتلم عليك انت بتلاقي لعيب جامد فبتخش معاك وبتبقى مبسوطه وبتتصاحبك. يعني وانا في هولندا لا كنت خلاص ما بقيتش احس بالغربه. بحس بالغربه في رمضان في العيد عايز اشوف صحابي اشوف اهلي لكن كنت خرجت من فكره القوقعه اللي كنت فيها في ايطاليا شويه. بس زي ما بقول لك بتبقى عايز مانجر معاك يقدر يدير لك الحاجات دي. انا ما كانش معايا مانجر كنت بدير بدماغي. كان ساعتها في فلوس اكتر في مصر ولا في بره؟ لا بره طبعا طول عمري الفلوس بره. بره اكتر. انا طالع من مصر اساسا كنت باخد 600 جنيه مرتب في الايه؟ اصلا مش محترف. اياميها كان في هواه وفي محترفين. المحترفين كان ساعتها قانون لازم تقعد 6 سنين في النادي درجه اولى عشان يتعمل لك عقد. زمان كان الكلام ده في مصر يعني تقعد 6 سنين تلعب درجه اولى ما بتاخدش فلوس تاخد فلوس هواه يعني مثلا 6 سنين او 7 سنين باقي كتير قوي. وبعديها تبتدي تعمل اول عقد. فكان الناس يعني تعمل عقد وهي عندها 27 سنه 28 سنه. فانا اساسا لما طلعت الدرجه الاولى ما كنت باخد كانوا بيدوني على الناشئين ما بيدونيش على الدرجه الاولى يعني قعدت سنتين باخد. كابتن محمود سعد يقول لي حازم انت مش محتاج فلوس حازم انت هتاخد زيك زي اللي عايز. اقول له كابتن انت حضرتك مش ماليش دعوه انا زي صبري ومعتمد الناس دي بتاخد مش معتمد على اهلي خالص. وبعدين بقيت اخد 600 جنيه في الشهر وبقى مكافآت الماتشات. فطبعا لما رحت ساعتها خدت بقى كنت باخد مثلا ايه $150,000 انا فاكر اول سنه دي. ده كان رقم خزعبلي. $150,000 كان الدولار ب 3 جنيه. اوكي. فكنت باخد لي بتاع 450,000 مثلا في السنه. مفيش لعيب في مصر بياخد ده كده. كان بياخد اكتر واحد كان اضرب عيل بقى راح الاهلي ب 600,000 بس كان اللعيبه بتاخد 70,000 50,000. ايوه طبعا مفيش حد كان بيعدي ال100 دي. فكان عندي 20 سنه وباخد 450,000. اوكي. ده كان رقم خزعبلي يعني. في كابتن عنصريه فعلا في اوروبا؟ لا خالص. ما لاحظتش؟ انا ما لاحظتش ده ولا في ايطاليا ولا في هولندا؟ لا بالعكس يعني انا ما حسيتش بيها خالص. بس اكيد في كل حاجه فيها ضله يعني. بس انا بصراحه لا ما حسيتش بالعكس. انا يعني انا استغربت كنت وانا في ايطاليا ان هم طالعين وانا مصري تلاقيهم بيعزموك ويدخلوك بيوتهم فاهم يعني مش خايفين منك مش قلقانين منك. اوكي. يعني انت عارف بقى ساعتها برضو اياميها انا كنت في ايطاليا دي لما حصل الموضوع بتاع الاقصر. الحادثه دي كان فيهم حتى المان كتير وكان معايا بيروح في الفرقه لا يعني مش حادثه ارهابيه كبيره للناس اللي ما تعرفش يعني. كانت حاجه حصلت صعبه كده شويه لا ما حسيتش بيها بصراحه خالص. بالعكس كنت بشوف يعني لو انا مكانهم وجالنا ناس مثلا مش مصريين بيلعبوا عندنا ان كان مثلا من بلاد مختلفه مش هبقى ما اعرفش يعني كنت مبسوط بيهم بصراحه. طلعنا جمال يعني. والهولنديين كمان لذاذ جدا يعني. لو رحنا لشابتر الجواز وحضرتك اتجوزت في انهي مرحله؟ في الجواز في انهي مرحله في الكوره؟ في الكوره
في النص التاني يعني. في الزمالك؟ كنت في الزمالك خلاص يعني بعد رجعت بعد الاحتراف. اوكي. ده انا قعدت من 20 ل 24 او من 21 ل 25 بره. انا اتجوزت 28 سنه. اتعرفت على المدام مدام ورحت اتقدمت، النور قطع يومها. وانا طالع النور قطع فقعدت واقف تحت. قلت يعني شكلي وحش قوي بصراحه. الكهرباء ترجع. قعدت واقف كده 5 دقايق، الكهرباء جت ورحت طالع. انتوا كنتوا معارف اوريدي ولا كانت قصه حب؟ لا يعني عرفتها واتكلمنا لمده 6-7 شهور كده، وبعدين رحت اتقدمت. جامعه امريكيه تقريبا؟ هي كايسي ماسكوم. ودلوقتي مش بتشتغل دلوقتي ولا بتشتغل عندها البيزنس؟ بتشتغل عندها برايفت بزنس يعني. في 3 بنات ما شاء الله، انا شايف متابع على الانستجرام كبروا وفي ناس بتتخرج. كبروا، ده في الجامعه لسه اول سنه. دي داخله الثانيه يعني. الكبيره؟ كبيره اوكي. هي في لندن في جامعه كينغستون. اوكي. تاليا في السنه دي اخر سنه في المدرسه، ولولو في يير 11. ما اعرفش 11 دي يعني كام، يعني اولى اعدادي ولا ثانيه اعدادي. انا بنتي في 2.5 سنين اصل لسه، فقول لي بقى هنعمل ايه؟ طمني كده. عندك موال طمني موال. وعيال بنات انا قلقان شويه. بس هقول لك حاجه، سبحان الله البنات دي رزقها واسع. كان الناس تقعد تقول الكلام ده زمان، ولا من كامل هوكس ده والمأثورات الشعبيه اللي عندنا، بس البنات رزقها واسع والله العظيم. هتلاقي فجاه كل شويه يجيلك شغل. ما اتفرجوا عليك في الكوره؟ دلوقتي بيتفرجوا. لا زمان ما كنتش فاهمين حاجه يعني. اوكي. فرزقهم واسع. رزقهم واسع. وطبعا ايه الحقيقه بنبسط بيهم لما بيكبروا. يعني دلوقتي تيجي مثلا نزلنا هيا مثلا، يلا هننزل كلنا نتعشى في مكان. انا مش عايز اروح المكان ده، انا عايز اروح مثلا المكان ده، ودي عايزه تروح المكان ده، ودي هم صغيرين ما لهمش طلب، بتاخدهم تلبسهم ويجوا معاك، بيجوا على طول، ما حدش بيقول لك حاجه. دلوقتي في السن ده انا عايز البس وعايز احط ميك اب، هي لسه بس قصدي تحت طوعك يعني، تعرف توديها وتجيبها حسب ما انت دماغك. دلوقتي هم اللي بيودونا فين لما كبروا. شخصيات مختلفه، 3 مختلفين تماما. سبحان الله مش عارف، والاشكال مختلفه برضه، ما فيش ولا واحده شبه الثانيه. في صفه تجمعهم حنينين معاك. خلي بالك فكره الاب دي في وسط 3 بنات. يعني لما حد يكلمني منهم، اول حاجه انت فين؟ اقول انت مالك، انت تنام فين؟ انا المفروض اسالك انت فين، فاهم؟ تحس انها مراتك مش بنتك يعني. 3 عندهم نفس الموضوع. بابا اول حاجه انت فين؟ السؤال غريب جدا، انت فين دي؟ وبعدين يعني تيجي تقعد مثلا تخش البيت تلاقي 3 داخلين عليك بيحضنوك، قاعد على حجرك ولا قاعدين، فبتحس ان انت مهم يعني. مهم. يعني انا كنت في بيت ذكوري. اوكي. خلي بالك احنا الولاد برضو مفيش فيلينجز، مفيش مشاعر خالص. بتيجي من السفر تلاقي مثلا بابا وماما داخلين بقى، هخش بس واروح لابس نازل مع اصحابي بسرعه. صح. صح جدا. فاحساس الجفاء ده يعني مش جفاء، انت طبعا بتحبهم بس ما بتعرفش تعبر عن مشاعرك. طبعا. لكن هم البنات بتعبر. انا اخواتي 4 اولاد. ما برضه هتلاقي. وبعدين خلفت اول خلفه يحيى، وبعدين غاليه، فاحنا انا طول عمري ولاد شفت غاليه طبعا الفرق طبعا. لا انا بخش ممكن اجي من السفر مثلا بعد اسبوع 10 ايام. يحيى على البلاي ستيشن. جبت لي ايه؟ اول حاجه جبت لي اللي انا قلت لك هو في البلاي ستيشن، هو في الجويستيك يعني. جبته لك يا يحيى، هي تجري تبوس وتحضن وتقعد توريني الدرس وتوريني مش عارف حاجه ثانيه خالص. وبعدين تجيب لهم مثلا هديه تلاقيها داخله حضانتك وبحبك يعني، فاهم؟ فتحس ان انت شبشب التاني ده. انا ما عنديش ولاد فما اعرفش، بس انا عارف انا كنت بعمل ايه يعني. اوكي. لا هم مشاعرهم يعني ماديه بحته. ايوه هم بيحبوك كل حاجه، بس عمرهم ما هيعبروا زي البنات يعني. لو انت كان عندك حاجات معينه ناوي تزرعها فيهم وتربيها، ولا اتعلمت التربيه معاهم؟ اتعلمت التربيه معاهم. انا ما اعرفش مربيه صح ولا غلط، بس انا كده انا بتعلم التربيه، وفي حاجات لما بقراها بشوف بحاول اعملها. اللي بيضايقني بقول انا مضايقني، اللي فاهم يعني. ما عنديش مثلا كتاب قريته لازم اعمل كل حاجه مكتوبه فيه. اوكي فاهم. والطريقه دي ماشيه وناجحه يعني لغايه وقتنا هذا الحمد لله يعني. أوكي. مع انه يعني مرات تقول انت مدلعهم، انت ما بتقدرش تزعق. انا ما بحبش الزعيق يعني. الهدوء اللي قدامنا ده لا ممكن لا بطلع فيهم طبعا يعني انا لما بطلع بتبقى طالعه بتعصب. اوكي. بس مين لي انا ما بحبش ان انا يعني مثلا ابقى جاي من السفر بقى لي مثلا اسبوع مسافر، اول ما اجي تروح حضرتك جاي لي شوف بقى بنتك عملت كذا وكذا وكذا. فارجع مثلا انا وحشني بقى البنات وبتاع،
اول ناس طالع السينما الاقيها فوق تقول لي اتفضل بقى شوف عملت كذا وكذا وكذا وكذا. فانا مش عارف بقى، انا جاي مبسوط عايز يعني دي شوفهم بقى. فاللي هو فاجي اقول لها بصي هقول لك حاجه، سيبيني ابقى اسلم وابوس العيال وبتاع وانبسط معاهم ساعه كده، وبعدين تعالي قولي لي بقى، ما تخلينيش في الاول لان انا ببقى في موقف اكيد هاجي معاكي فقعد ازعق فيها وانا مش عايز ازعق، انا جاي مبسوط. جاي هي بتبقى مشحونه بقى وشايله بقى مشحونه طبعا، قاعده بقى معاهم، فطبعا دماغها ضربت في السقف طبعا من الحاجات اللي بيعملوها. فالعيال البنات مش يعني زي ما بقول لك يعني ان شاء الله تلاقي هو برامج اهو شغال وبتاع فهتفتح. طب هسألك سؤال، طبعا مع كل الاحترام لاهالينا وتربيتنا وبالذات عند حضرتك، يعني اسره ما شاء الله يعني كلها ناس بتقول لها تعرف اخلاقها، بس في حاجات انا اتربيت عليها لما كبرت ما حسيتهاش احسن حاجه. صح. ومش عارف، مش عايز انقلها لولادي. ده موجود عندك؟ مش موجود كحاجه بتعمل او لا، بس انا هقول لك حاجه، انا بابايا ما كانش يعني كان ظابط ظابط في البيت يعني. ابويا كل يوم الصبح يحلق دقنه. كل يوم الصبح يحلق دقنه. كنت فاكر ان ده الناس كلها بتعمل كده لما انا صغير. انا فاكر انا مثلا بقالي 10 سنين ما حلقتش دقني انا. والله بعملها بالمكنه كده. عنده كده الناس بتاعت الجيش دي بيبقى ليها كده، حتى بتطلع من الجيش ليها روتين. بس بابا كان مشغول بسفرياته وبشغله وبحاجاته. بابا ابتدى يصاحبني مثلا وانا كبير. فدي من الحاجات اللي انا بشوف، يعني انا مصاحب العيال انا ممكن ابقى انا اقرب ليهم من ادريه. كصحوبيه يعني، او كمثلا نخرج يعني دلوقتي خصوصا لما كبروا مثلا ما نسافر مثلا اتمشى معاهم، نقعد نشرب حاجه مع بعض، نروح نتغدى انا يعني مثلا كل واحد يقول لي انا عايز ننزل نتغدى انا وانت بس، ما تجيبش حد معانا بجد. والله ما تجيبش ماما معايا، ما تجيبش فاهم. كل واحده لوحدها تيجي تقول لي كده، انا انبسط يعني ان هم بيحسوا في لغه حوار بينكم. في لغه حوار ف يعني بشوف المعامله، التعامل بين الاب والام زمان بيبقى فيه، ودي برضه حاجه كويسه او حدود او يعني فكره ان دول كبار وانت صغير، وفكره مش كل حاجه تتقال دي موجوده كده زمان. دلوقتي لا، انا بحاول ان لا كل حاجه يعني نصحح حاجات كتيره او نتكلم مع بعض اكتر. انا متخيل مع ان زمان الوقت كان اكتر يعني. انت زمان ما كانش في حاجات انترتينمنت خالص، ما فيش حاجه، انت بتقعد في البيت قاعد تتفرج على الفيلم الساعه 3 و9 ونشر التسعة انا كنت ساعات بتفرج على ما فيش حاجه وتمثيليه وخلاص. بس دلوقتي انت الدنيا زحمه يعني. فبحاول دايما انا عائلتنا دايما عندنا فكره الفاميلي يعني. مثلا يوم الخميس نروح لجدتي مامة بابايا، ده لسه موجود زمان وانا صغير يعني. الجمعه اروح لجدتي ناحيه مامتي. فكنت دايما عندنا الترابط ده. يوم مش عارف الخميس نقعد مع بعض نتغدى يعني لازم يبقى فيه كده، فاهم. انا بالنسبه لي فكره الفاميلي خدتها من عيلتي شويه، وعيله مراتي حتى عندهم نفس الحاجه. لازم نتجمع دايما مع بعض، لازم يعني بحاول دايما ان انا وقت الغداء كلنا نبقى موجودين. لما يجوا المدرسه هم مثلا احاول ان احنا كلنا نبقى موجودين. ساعات يقولوا لي انا جعانه مش قادر وانا لسه مثلا ما جيتش، فاهم. بس بحاول ان احنا دايما نتلم مع بعض على ترابيزه واحده يعني. ازاي بتظبط حته ان هم ما يعتمدوش على ان هم اولاد حازم امام؟ لا، هم ما بيعملوش ان هم اولاد حازم. لا ما بيعملوش دي، ولا في حياتهم ولا في شغلهم. لا بالعكس. ده هم لما مامتهم مثلا يبقوا في حته مامتهم تقول لهم دول كذا، يقعدوا بقى يعني يجوا لي بقى يقولوا لي بص بتعمل ايه حاجات منظم. ما بحبش انا الحاجات دي. هي بتقول كده يعني البنات يعني. فلا البنات ما بيقولوش انا كذا كذا يعني بس هم متدلعين. هي دي المشكله، الباب اللي هم عايشين فيها دي انا بحاول ان انا اطلعهم منها شويه. دلوقتي خلي بالك احنا زمان كنا متدلعين برضو. بس على السكيل بتاعنا بتاع زمان كتير. كنت بنروح النادي ده برضو بتشوف ناس كتير، بتشوف الغني والفقير، بتشوف اللي معاك في المدرسه وتشوف ناس بره المدرسه في مدرسه حكومي، وانت يعني بتشوف ناس كتيره من حتت مختلفه. هم برضو عليهم. انت دلوقتي الكوميونتي ما فيش من الانديه زي الاول او النادي اللي انت بتروحه كله نفس الكاتيجوري. فهم ما بيشوفوش بره يعني. لما بيكبروا شويه يبتدوا بقى ينزلوا ويشوفوا، فيبتدوا يلاقوا الدنيا مش زي ما هم شايفينها يعني. هي لما يعني في اول سنه بره مصر دي انا مبسوط انها ابتدت تطبخ، ابتدت تغسل، ابتدت تكوي. صغنونه خالص. بس جدع يعني كويس. تعتمد على نفسها. دي اكتر حاجه خلتني عايز اخليها تسافر بره. لان فكره ان هي في البيت كل الناس بتعمل لها، او هي ما بتعملش حاجه غير انها بتيجي تاكل وتنام وتذاكر. لا، هي تنزل وتجيب اكلها وتجيب شربها وتبقى مسؤوله عن مصروفها، وعارفه المصروف ده الشهر ده فهتحافظ عليه، ما تصرف في اي حاجه.
في لندن ده بلد مختلفه تماما. ده بقى يعني مش قصدي حاجه، بس قصدي ان الطباع مختلفه والعادات والتقاليد مختلفه شويه، فده وبنت فده. بص دايما بشوف يعني ربنا يعني يحميها يعني، بس انت بتربي كويس صاحب وبتبقى يعني عارف هي بتتعامل ازاي وبتشتغل ازاي، يعني دماغها فيها ايه. انا يعني الفكره دي ما حطيتهاش في دماغي ان لو كده مش ممكن هتاخد، مش هتحركه من جنبك، لان اكيد هتقابل ناس وحشه كتير واكيد، بس المهم تتعامل ازاي في الموقف. يعني في كذا موقف حصل وهي مسافره، انا عجبني مواقفها، مثلا هي شافت ناس معينه معاها في الجامعه مش نفس الدماغ، مش عارفه، هي راحت هي سحبه نفسها راحت للناس اللي هي شويه شبهها. هي حظها حلو برضه ان لندن ديستنيشن حلو، فيها احنا بنسافر كتير، صحابنا بيسافروا كتير، عندها كونكشن، في كل شويه تلاقي حد جاي. صحابها كتير قوي من المدرسه في جامعات في لندن، فبيشوفوا بعض، فعاملين كوميونتي مع بعض كويس. الحمد لله لغايه دلوقتي الدنيا كانت تمام يعني. رجوعا للمدام، مين فيكو عصبي ومين هادي؟ هي عصبيه وانا هادي، هي خلقها ضيق جدا. اوكي، مين منظم ومين مهرجل؟ انا منظم. خلاص عرفنا مين مهرجل. مش هنقول. لا هي مش منظمه، بس هي يعني هي الله يكون في عون اي ست عامه. بصراحه يعني. طب نرجع ل 2008، موضوع الاعتزال بما حضرتك جبت سيرته، والفتره بتاعت الجمهور ولال الاعتزال لما زمايلك لبسوا لال الاعتزال والحاجات دي كانت بعد ما بطلت وخدت القرار، عملت زي كابتن احمد حسن كده عايز يرجع يلعب. سيبك من ميدو عايز يرجع. سيبك من ميدو. ميدو انا عارف هو بيفكر في ايه، هو من نفسه مش عارف بيفكر في ايه. لا بس حسيت بعدها ان انت لا كان خلاص. ان ظروف النادي كانت وحشه جدا، وزي ما مثلا حصل دايما انت عندنا في مصر فكره لازم تشيل لحد اللي يعني حاجه، يعني مثلا بطوله افريقيا فاتت انا شلت البطوله كلها، انا شلت الليل. في مصر دايما لازم هتشيل حد، يعني كابتن جوهر زي كمان كان هو اللي بيشيل، كابتن سمير الزاهري يشيل، ما تلاقيش يعني لازم في حد. فانا ايام 2008 البطوله يعني الفتره دي كان الزمالك مش في احسن حال، فكان حازم امام هو اللي بيشيل دايما، حازم هو السبب وكده. فلما بطلت هي ظروف النادي صعبه، ما فيش لعيبه وما فيش فلوس، ادارات ملخبطه وكل يوم اداره وبتاع. فتاني سنه يعني انا اعتزلت 2007 2008. السنه اللي بعديها على طول احنا طلعنا السادس في الدوري اللي انا بطلت فيها، اللي الناس كانت بتقول حازم السبب. بعد ما بطلت طلعنا السادس، طلعنا السنه دي خسرنا بني عبيد، فاكر انت في الكاس. فتخيل انت، لكن تخيل لو انا كنت بلعب في السنه دي كان حصل فيها ايه اكتر من اللي حصل لي قبل كده. كان هيقول لك حازم بس ما كانش اوبشن بالنسبه لك انك تروح نادي تاني. لا نو واي. اصلا انا اسمي حازم محمد امام او حازم محمد يحيى امام. الموضوع ان انا العب في مصر في نادي تاني ده انا ما بشوفوش اساسا، ما كانش في دماغي يعني. وفي ناس قالت لي روح العب في انديه بقى اللي هي طالعه جديده، شركات تاخد فلوس كويسه بس لا يعني قلت يعني هاخد فلوس بس هقعد سنه او سنتين هعمل ايه اكتر من اللي انا عملته يعني. لو بتلعب في نادي جماهيري بطل فيه، دي يعني نصيحتي لاي لعيب كوره، ان النادي الجماهيري لما تبطل فيه تفضل الناس دايما بتحبك او فاكراك او دايما تطلع منتمي للنادي ده يعني. بس ساعتها الجمهور خضك؟ في الماتش ده انا عيطت يعني، وانا ما بعيطش كتير يعني، بس بكيت جامد في الاستاد. حسيت ان انت الكريدت بتاعك كله اتنسى؟ لا انا الماتش بتاع ده كفايه. لا كفايه. لا كان مش بكلم كفايه، بتكلم الماتش انت قلت لي لا الاعتزال، لان الجمهور ساعتها في الماتش ده نزلت، اول ما نزلت الملعب الناس كلها يعني تحس انها عايز تصالحني يعني. وكله بقى حازم ولا، فده اللي اثر، ده اول ما في حياتي عيطت يمكن في الملعب مثلا. اوكي. موضوع الماتش كفايه لا يعني ما حسيت طبعا اتضايقت، ومن ساعتها قلت انا هعتزل يعني. قلت ساعتها ده كان اول ماتش في الموسم، قلت السنه دي انا هبطل. بعد كده لعبت ولعبت كويس والناس قالت لي لا ما وبتاع، بس انا خلاص قفلت يعني. بس قبلها انت كان اول حد يتعمل له تيشيرت بالحجم ده والصوره بالسكسوكه بالتيشيرت بالياقه الحاجات دي كلها. الوحش بيلغي الصعب ساعتها، بيلغي الحلو ساعتها. بالنسبه لك لا، بالنسبه لي انا كحازم، انا زي ما انت قلت في اول حلقه جلدك تخين صح؟ انا ما بحبش الجلد تخين يعني.
هي خلاص الجمهور مش، انا ما بقتش مستمتع بالكوره، بقيت في الفتره دي يبقى زي ما بقول لك الناس بتحملك على طول فانت مضغوط. انا ميزتي كنت على طول عمري ان انا بحب العب كوره الاستمتاع يعني. أنا انزل فان انت تنبسط تقول الله يا حازم ده لعيب قوي، لكن فكره ان انا انزل مش مبسوط فانا مش هبسطك، فانا ما كنتش ببقى كمبسوط في الاخر. ان على طول في كم مشاكل غير طبيعي، كل يوم انت عندك مشكله والناس حاطاك في مشكله والناس شايفاك انت السبب، انت اللي هتشيلنا. ما بقتش مستمتع بالكوره. اوكي فاهم؟ فقلت لا انا مش هلعب خلاص، لان انت في فتره ما يجي الجمهور يحس ان انت مش زي ما انك دايما معودهم مش هبقى مبسوط يعني. حته حازم دايما بيشيل وحازم دايما اللي في الصوره هي نعمه ونقمه يعني. بس مؤخرا هو سؤال غلس شويه. مؤخرا دايما يحصل اي مشكله في نادي الزمالك حازم امام رئيسا لنادي الزمالك الامبراطور تعالى الحقنا. مؤخرا كمان سمعنا كلام كتير جدا، ترشيحات في وزاره الشباب ووزاره الرياضه والحاجات دي كلها. مش هسالك انت عايز ولا مش عايز، دي هنتكلم فيها، بس انا اسف، انت بتشوف نفسك حازم امام مؤهل ان انت الحاجه من الدول لا. حاليا؟ لا، وكذا مره اقول نفس الكلام. انا مش مؤهل خالص دلوقتي ومش عايز اساسا حتى يعني. هي عارف انا اللي بيضايقني اكتر حاجه ايه؟ ان الناس فاكراك انت بتسعى لهذه المنصه او انك انت عايز الحاجات دي. اللي بيبقى عايز حاجه وهيموت عليها ما بيجيلوش. انا مش بعملها يعني، مش بقول انا مش عايز عشان فعلا تجيلي، بس انا فعلا عمري ومش تناكه اكيد على نادي يعني انا عمري فعلا ببقى عايز حاجه يعني الحمد لله سبحان الله هي الحاجه بتجيلي. اوكي يعني او بيحصل لي ان الناس تتواصل عشان تمسك عشان تعمل. لكن انا مثلا عمري كابتن يلا عايزين ننزل انتخابات بقى نعمل مجموعه ولازم نخش، عمري في حياتي ما عملت كده، ولا عمري قلت انا عايز ابقى كذا ولا عايز ابقى مذيع ولا عايز ابقى محلل ولا عايز ابقى عضو مجلس نواب. عمري ما عملت يعني. هي لكن انت بتشتغل والناس بتشوف شغلك فبيقول لك تعالى او شوف او اعمل او ترشحك. لكن فكره بشوف ان انت دايما الناس فاكراك عايز عمر ما هتجيلك لو انت عايز. طب نروح لشابتر تاني، شابتر الصحاب. احمد حسام ميدو انتوا ازاي صحاب اصلا؟ ما هو يا هو هادي في الحقيقه لا خالص بس هو خلي بالك هقول لك حاجه، ان انا دايما السؤال ده بساله كتير. فكره الصحاب بشوفها دايما مش لازم كلهم يبقوا نمط واحد. ان لو نمط واحد لا اما هتلاقي مثلا كئيب قوي، لا اما هتلاقي لاسع جدا ايقاع فلازم يبقى عندك البالانس. انا عايز ابقى في مره هايبر فابقى معاه، هو عايز بتاع فيبقى معايا، فاهم؟ انا اديله حاجه. هو سنا في فرق كبير بس هو ميدو دماغه كبير بصراحه يعني. تحس ان هو يعني اصغر منك يعني، حتى من هو صغير هو دماغه هو بيفكر كويس ودماغه شغاله وذهنه حاضر، ذكي جدا ومطلع بيقرا كتير، فمش تحسش بتلم وراه تقول له يا ابني اللي انت عملته ده انت بتقول ايه؟ يعني انت بتتفرج عليه زينا؟ بنلم مش بلم له، بنلم. انتوا جروب لو في حاجه يعني. اوكي. وبلاي ستيشن مين الجروب؟ لا ما بعرفش العب ميدو بلاي ستيشن، مش من هواياته قوي يعني. وانت؟ انا بلعب لا بس دلوقتي ما بقتش العب زي زمان. مين الشله بقى؟ انا بحب جدا زمان. في الكوره ولا بره الكوره؟ لا في الكوره يعني المعروفين. لا زمان كنا على طول بنلعب بلاي ستيشن في النادي يعني. كنت انا وجمال حمزه وشيكابالا واحمد غانم. كان مين اللي جامد؟ بص انا كنت جامد بس بالحق ربنا الوحيد اللي كان بيكسبني هو ده احمد غانم ابن الذين. الوحيد اللي كنت عارف اكسبه. بلاي طبعا في المنتخب بقى عبد الستار ونادر كل دول. كابتن حسام حسن بقى احلى حاجه. انا جبت البلاي ستيشن دي كان لسه اختراع جاي جديد، كان محدش كان عارفه خالص، كانت في 98 فجبته معايا المعسكر. كابتن حسام كسره طبعا. الناس مش عارفه ده ايه، فايه قعدت كنا بقى في بوركينا دي مفيش حاجه غيرها. فكل المنتخب كان بيجي يقعد يشوف الجهاز الغريب ده. فكنت طبعا بديهم بقى خمسات وستات وسبعات، انا بلعب ما عندوش فكره يعني. فكان كابتن حسام ما بتحبش تغلب خالص. ده في حتى في البلاي ستيشن ما بحبش اتغلب. فلقى ان انا جامد قوي في مش عارف حدش يكسبني، فيجي يقول لي العب بس بلنتيات بس ما فيش حاجه، هو هيركن ممكن يكسب وانا اكسب يعني. فيقول لي العب بلنتيات، اقول له بتلعب؟ يقول لي لا هلعب بلنتيات بس على امل ان هو يكسب يعني. بس دلوقتي خلاص ما بقتش فاضلها يعني. دلوقتي بلعب ساعات بس ما بلعبش كوره بقى، بلعب كول اوف ديوتي، بلعب انشارتد، حاجات كده مالهاش دعوه بالكوره يعني. لو الكوره بقى لازم يبقى حد معايا يعني. موضوع المنتخب الاول بقى ما دام جبنا سيره الكابتن حسام حسن، هو برضو لا يعني الناس كانت بتنده عليه جدا حسام حسن وهو الاحق. كان الله في عوننا، هيشوف هيحصل فيه ايه برضه. والله هي خلي بالك هم الناس مش بتشتم حازم عشان بيكرهوا حازم. الحمد لله ما شاء الله. هو المنصب اللي انت فيه بيخلي الناس تتكلم عليك،
فهم بيشتموا المنصب او بيشتموا ان انت في المكان ده او بيهاجموك فهو هيتهاجم طبعا، ما من 3 ناس تهاجمه. ده حقيقي. فانا مش عايزه يركز معاهم. يعني انا عمري ما كنت بركز مع الناس، حتى لما يعني ما بتقعدش ترد على الناس لان مش هتخلص. اوكي. لسه في احلام في حياتك ما حققتهاش حتى لو بتتكسف تقولها لحد او ما بتقولهاش؟ لا الحمد لله، انا ربنا اداني اكتر ما كنت اتوقع يعني، الحمد لله. اوكي. ربنا يدينا الصحه بس والستر، وان الواحد ما يبقاش اذى حد وهو مش واخد باله. يعني دي بقى بخاف منها جدا. اللي هي انك تبقى مثلا، اصل في ناس بتشوف ان انت عشان في بوزيشن فانت ممكن تعمل حاجات كتير قوي ليهم، عايز يتعين، عايز يشتغل، عايز فانت ما بتعرفش تعمل كل ده. ففي ناس بتاخد الموضوع ان انت مش بتخدمش او ان انت مش جدع. بس انت مثلا بتبقى عملت حاجه لواحد، بس هو واحد اللي بيجي، فهتلاقي 100 ما يقول عليك مش جدع، واحد هيقول عليك جدع. فاهم؟ فدي بقى انا يعني انا يعني فاهم، بحس بس ربنا يعني ما انا مش قاصد، بتمنى الناس تفهم الموضوع ده بس شويه. تلعب خماسي مع مين؟ ما بلعبش والله، لان انا رجلي بايظه خالص ركبه؟ عندي مشكله كبيره جدا في رجلي. عملت كده حاجات في انجلترا اتحسنت شويه، لسه لاعب كده الاسبوع اللي فات اول مره مثلا من 3-4 سنين العب كوره. انا وصلت لمرحله عمر لما بشوف حد بيجري بقول ده بيجري ازاي، ان انا من كتر انا مش قادر. ده ايه ده حاجه من الكوره؟ من الكوره الانكل رجلي باظ يعني، ما وعندي وجع على طول وتعبان. ده جاي على طول هتلاقي ورمه حتى مش معقوله مش سليمه يعني. الانكل في الانكل رحت بقى في كده حاجه جديده نزلت كده، اختراع جديد نزل حقن وكده، فخدتها السنه اللي فاتت ابتدت تشتغل الحمد لله يعني. دي بتعالج مش تسكن؟ بتعالج مش بتسكن. الراجل قال لي، قلت له طب انا بلعب، قال لي العب جولف. والله العب بلاي ستيشن. قال لي العب جولف. انت شاطر. ده الوحيد اللي لو عملنا العبها دي مش هتعرف تلعب حاجه غير جولف، مش هتعرف تجري. فهوبت الحقن دي تعمل احسن الحمد لله. كنت اسالك مين بيحمرق؟ الاسبوع اللي فات كنا في العالمين، لعبت اول مره العب من زمان. شفت الماتش؟ كنت ما جيتش، انا وحش وحشه يعني، مش شايف بس ايه، انا انبسطت ان انا بجري من غير ما ازوك او من غير وجع يعني، لاول مره من 5 سنين مثلا. اوكي. انا كنت اسالك مين اللي بيحمرق في الخماسي ومين اللي ما بيحبش يخسر ومين. احمد حسن ما تلعبش مع خماسي ابدا. بيضرب بيضرب يا نهار اسود، بيضرب ويزق. ويا ابني احنا خلاص كبرنا على الحاجات دي. هو ما شاء الله يعني صحته كويسه. جمال حمزه حريف قوي يعني. قوي لسه انا بحبه جدا. طبعا، بس طبعا بقى بكرش دلوقتي ماشي، بس اختلف. بس طبعا السنس عبد الستار طبعا لسه برضو عالمي. طبعا سوتر عالمي. حسني لا فت. حسام غالي فت. حسني عبد الرب. حسني عبد الرب لسه. حسام غالي فت. مين تاني بنفس شخصياتهم؟ بس انا بقالي كتير ما لعبتش كوره بنفس شخصياتهم في الملعب مع بعض من اصل انتوا كلكم الفا يعني. ايوه بس حسام غالي واحمد حسن. هو احمد حسن تلاقي دايما يعني هتلاقي في يخش جامد على واحد يخش عليه جامد وبتاع. اوكي. انا بقالي كتير ما لعبتش معاهم، بقول لك بقالي 4-5 سنين ما لعبتش كوره يعني. بس لما كنت بلعب كنت بحب العب مع الناس دي يعني. اوكي. طب لو احنا بنتكلم عن كتاب حياتك، في تويست حصل في حياتك غيرها؟ لو بنتكلم كانه فيلم او كانه كتاب. تويست بقى من الكوره بعد الكوره، ده اصعب تويست لعيب الكوره في التاريخ، انك تبقاش عارف هتعمل ايه بعد ما تبطل. يعني انت في مجال شغلك مثلا، انت بتبقى صغير وبتكبر. صحيح. بشغلك باعمالك. انت بقى في الكوره كل ما بتكبر كل ما فرصتك بعد كده بتقل. فهي دي المشكله يعني، مش زي اي شغلانه مع الوقت انت بتاخد بوزيشن ومع الوقت بتكبر في شغلك مع الوقت. احنا مع الوقت انت بتبتدي الامور تبقى عكسي. فبعد ما تبطل كوره بتصحى من النوم بقى تاني يوم باص في السقف، ايه هعمل ايه؟ انت حياتك كلها عندك روتين. الشهره والنجوميه والجمهور اللي بين كده. انت بيبقى عندك روتين، كل يوم عندك تمرين. كل يوم انا نازل البيت رايح فين؟ رايح التمرين، عندي معسكر، عندنا ماتش. فانت في روتين بقالك 20 سنه بتعمله. فجاه بتصحى من النوم الروتين ده مش موجود، ما عندكش تمرين، قاعد في البيت اليوم كله، ما عندكش حاجه، ما عندكش شغل. فاهم؟ صعب ده. صعب جدا. وبعدين الانكم بتاعك فجاه انت متعود بيجي لك فلوس، مثلا ان كان العقد بتاعك او الماتشات بيجي لك كل اسبوع 10 ايام ماتشات بتلعبها فتاخد فلوس، فانت على طول في حاجه داخله. فجاه انت معكش حاجه يعني، قاعد كده. اوكي. ده كان بقى دايما وانا بلعب بفكر انا هعمل ايه، فاهم؟ ما تعرفش بقى، ربنا زي ما بقول لك البنات خير يعني، رزقهم واسع والله العظيم. تلاقي بقى جالك مش عارف فجاه دخلت في فكره التحليل. يعني انا بطلت كوره، اول حاجه حللتها بريمير ليج في الشو تايم. ما عرفتش تكمل بره انت؟
لا بالعكس، انا قعدت 8 سنين بره. لا يعني في مؤخرا رجعت برضه. بس قعدت 6 سنين يعني ولا 7 سنين شغال بره. حصلت ظروفي يعني فرجعت. اوكي. بس لا دلوقتي انا بروح السعوديه وشويه اشتغلت في الدوري برضه مع يعني. انا بحب فكره ان انا ما ببقاش دايما منغلق في المحليه يعني. بحب اشتغل بره اكتر برضه. بحب اتفرج بس بحب الدوري المصري مش عارف ليه. طبعا وانا كمان بقعد اتفرج على ماتشات غريبه وانا كمان يعني البريمير ليج يبقى شغال والدوري المصري شغال، اقعد اقلب بجيب مصري اتفرج عليه لا انا على فكره زي ما بقول لك الدنيا اتغيرت في مصر كتير. زمان احنا كنا كل الناس بتتفرج على الدوري المصري والولاد الصغيرين دلوقتي الولاد الصغيرين كلهم طالعين بيشجعوا بره وما بيشجعوش حد في مصر. وفي ناس كتير دلوقتي يقول لك احنا خدنا الدوري السنه اللي فاتت، ناس بتوع بتشجع مانشستر سيتي او ارسنال او برشلونه او ريال مدريد. فاللي هو فجاه بقيت تحس ان انت منفتح قوي كالتشر مختلف عندك. بس برضه علشان هو مش بيميت الاكسبكتيشنز بتاعت الولادنا اللي احنا كنا بنتكلم عنهم دلوقتي البابل. فهو عايز يبقى ان اكتر فعايز يعرف. هو شايف بس بيشوف عشان الصوره حلوه والشكل والنجوم فيتفرج عليهم، مش عايز يتفرج على الدوري المصري. طبعا دي برضه يعني من الحاجات اللي بتضايقني. هالاند الترند وكريستيانو لما راح. في شابتر في حياتك لو انت في ايدك تلغيه كله وتشيله في موجود؟ وهي تجربه حياه لازم تاخدها بقى بالكامل. مش ممكن كل حياتك تبقى حلوه يعني، لازم تاخد حاجات وحشه عشان تتعلم ما تعملهاش تاني. اوكي. زي اتحاد الكوره ده توبه. مش عشان البوزيشن وحش على فكره، ده بوزيشن اي حد يتمناه طبعا. بس المناخ هو اللي صعب. مش ممكن انت مش هتنجح طول ما انت مش هتقع. لازم تقع عشان تنجح. مفيش حد بينجح على طول. لازم تتعلم من الخطا. احنا عندنا ما حدش بيسيب لك مجال انك تخطا. لما بتخطا لازم تقطع رقبتك. يعني فعمرك ما هتخطا والناس مش هتتعلم من كتر الهجوم اللي بيحصل. لانه اي حته في العالم لازم يعني هتعمل غلط عشان تتعلم في اي شغلانه الا الكوره. لو غلطت تقطع رقبتك. كان بقى على مستوى المنتخبات تحرم نفسك من تايتلز واحلام علشان جمهور؟ اصل لا يعني مش عشان جمهور على فكره، بس عشان انت مش هتعمل اللي في دماغك. انت مثلا فكرتك عايز تقعد تجيب مدرب يقعد 4 سنين، قعد 1.5 سنة، اول ما خسر شيل بقى كل ده وهات من الاول تاني. ولو حسام حسن لا قدر الله خسر شيل بقى حسام وهات واحد رابع. زي ما حصلت من 20 سنه نفس الكلام بيحصل من ايام كابتن ما كنا بنلعب يعني. الفكره ما بتتغيرش. الفكره ما بتتغيرش عند ناس كتيره. فانت مش هتحقق اللي انت في دماغك. فالناس هتقول لك انت فشلت، انت مش نفسك قصير. ما هو يا جماعه انتوا الواحد ما بيشتغلش في قاعه لوحده. لا يعني انت مع الناس، فالناس مش هتسيبك غير لو نجحت. ولو نجحت انت نجحت فربنا هيديك فرصه. لكن ممكن ما تنجحش في الاول او تقع في الاول. مش ما نجحش يعني خسرت مثلا. مظبوط. بس طبيعي، ما انت ممكن تخسر بس هتنجح بعديها لو انت ماشي بالسيستم. لان الناس في مصر تحب تتكلم كتير وكلنا بنتكلم كويس. بس اول ما بيحصل بقى حاجه عكس انت بتقوله بقالك 10 سنين بتلاقي نفسك بتقول العكس تماما. يعني تقعد تقول ايه بره بص شايف الناس خسرت بس مدين المدرب ثقه فالناس اشتغلت. لما يكون مثلا مدرب خسر في الاول بعدين نجح بعد كده يقول لك الناس دي بتفهم. ما مشوش سابوه يشتغل ويعرف من اخطائه. اول ما بتحصل انت عندك خساره مشي الراجل ابن الذين ده لازم يبقى ما عندوش فكره. ايوه طبعا. اوكي بس كده هي الكوره كده ما فيش الكوره عمرها ما تبقى لازم تكسب حالا. هو جوارديولا لما راح مان سيتي اول السنه ما كسبش ولا حاجه. ولا حاجه. خسر الدوري والكاس ورابطه وتشامبيونز ليج. ده بحكمنا احنا وبتاع فشل ذريع. انت راجل فاشل. انت موفر له كل حاجه، خسرت كل البطولات. طب يا اخي اكسب حاجه. كلوب 7 سنين في انجلترا خد الدوري مره واحده. صح. تشامبيونز ليج مره واحده. ده فاشل بالعرف بتاعك. انت هنا تنجح كل حاجه. تنهاج مؤخرا بس تنهاج مثلا ما بيلعبش كوره حتى حلوه يعني حاجه. لا بس انا بقول لك ان انت دايما الناس عندك في مصر بتبص بره بشكل وتقيم بره بالشكل الطبيعي لان هو مش منحاز ولا متعصب. انا عارف ان ده بيبقى من نتيجه ان هو متضايق ان الفرقه خسرت من كان منتخب ولا حاجه. بس هو بيبص بفكره العقلانيه في الامور لان الموضوع مش بتاعه. لكن اول ما بيجي عند الحته بتاعت مصر ومنتخب او نادي هو بيفكر بالعاطفه اكتر ما بيفكر بالعقل اللي هو بيفكر بيه بره. ان هو بيحاسب بره غير ما بيحاسب اللي عنده جوه. اخر سؤالين عشان عطلتك. لو الروايه بتاعتك او كتاب فيها بطل، ايه الصفه اللي انت تحب تحطها لو انت البطل الروايه؟ ايه الصفه اللي انت تحب تحطها او تحافظ عليها فيك؟ ممكن ايه؟ طموح بقى. انا طول عمري كان عندي طموح. مش عارف بصراحه. يعني الصفه ان انا يعني انا بشوف دايما ان انا لما امشي مكان
الناس تقول ده الراجل ده كان كويس. ده اللي انا بتمناه في اي حاجه، يعني ان دايما تبقى سيرتك كويسه. ان انت دايما ممكن ناس تهاجمك، لكن دايما يبقى عندك اصل او سيره ان انت بس محترم. اه وايه اللي تحب تشيله؟ بص، ما احبش اشيل حاجه، بس هي برضه عايز اقول لك حاجه. الناس بتشوف دلوقتي ابن ناس او المؤدب دي حاجه وحشه في الكوره يعني، او ده ما ينفعش يدير للاسف يعني. اوكي. بقت الناس شايفه فكره القليل الادب والصوته عالي هو ده الصح، بس انا عمري عايز ابقى كده. رغم الناس كده تقول انت لازم تغير، بس انا مش عايز ابقى كده. مش عايز ابقى تقول ليه تغيرها اصلا؟ خلاص يعني شخصيتك. انت دلوقتي لما يجي اي حد يقول لك مثلا يا عم ده طيب، يا عم ده كيوت، يا عم مش هيعمل حاجه وبتاع، هي فكره ليه مش هعمل حاجه؟ لما نعمل، بس مش لازم تعمل بقله ادب، مش لازم تبقى صوتك عالي. انت بتعمل حاجات كتير جدا ممكن في حياتك وبتنجح وانت بتحترم الاخرين يعني. فالفكره اللي وصل للناس للاسف ليتلي يعني ان انت لازم تبقى قليل ادب عشان تبقى شغال في الكوره. مع ان كل الناس المؤدبه هي اللي ناجحه في الكوره. يعني كابتن خطيب ده عمره ما، حسن شحاته ده عمره ما هاجم حد ولا اتكلم على حد وحش. كابتن جوهري، يعني مين الناس اللي هي الايكونز يعني قصدي. ما سمعتلهمش صوت. فانت بتاخد ناس مش سويه وتخليهم هم دول يقول لك ده الصح. فاهم؟ وده غلط. بس يعني تنورتني يا كابتن. شوف يا عمو وصدعتك وبس انا يعني. بس انا حاسك هادي كده، انا جاي فاكرك هتنكش لي مديني حوار وتقعد تضحك وتهزر. انت داخل في مود مش بتاعك خالص والله. ليه كده؟ هم مش مهديني يعني، مروضين. في حاجه ضرب حاجه ولا ايه؟ هادي قوي كده. قايلين لي الكابتن ده هادي لا والله عادي يا عم، انا جاي اهزر معاك. انا يا عم قلت اجي اهزر معاك اطلع من المود شويه. ربنا يخليك يا كابتن. ربنا يخليك يا عمو، جود لك ان شاء الله. راضي عن قصتك؟ الحمد لله، ربنا كاتبه دايما الحمد لله. خلي بالك الرضا ده مهم جدا في حياه البني ادم يعني. اوكي. لازم تبقى راضي وتفرقوا بين الطموح يعني عشان ما تهمتش. لا، ما ده حاجه الرضا ان انت بيجيك حاجات مش كويسه في حياتك لازم تبقى راضي. بيجي مثلا جنبك حد انت شايفه ان انت احسن منه، بيجي له فرص وانت ما تجيلكش، تبقى راضي تقول الحمد لله. في مجالنا مثلا انت بيجيلك عقد مثلا تلاقي واحد خد قدك 7 مرات وانت بتلعب ولا بتاع، بس عمرك ما تقوليش معنى، بتبقى راضي فتلاقي ربنا جاب لك اكتر. فانا يعني ربنا يعني بيدينا حاجه دي، انا دايما راضي الحمد لله يعني. فربنا يجمع علينا نعمه يعني. شكرا يا كابتن، حبيبي، نورتني.